هنفتح شكارة التربة اللي هي صالح إلى الزراعة. بعد كده ادي شكل التربة اللي احنا هنزرع فيها دلوقتي واللي احنا هنشتغل عليها. التربة طبعا تربة طينية، من احسن التربة لو انت هتزرع فوق سطح بيتك. احسن تربة انت ممكن تزرع فيها وتضمن فيها اي شجرة او اي عقلة او اي نبات تطلع فيها وتكون مضمون. طبعا موضوعنا النهاردة هيبقى ان شاء الله عن نقل الريحانة اللي انتوا شايفينها دي. الريحانة دي طبعا انا كنت زرعها في شوية تربة صغيرين فكبرت ومحتاجة تربة اكتر، فانا ازرعها في القصيص اللي انتوا شايفينه ده. اهم حاجة يكون القصيص، او لو ما عندكش قصيص تجيب مثلا حج او شكارة وتقدر تزرع فيها، بس اهم حاجة تعملها تصريف مياه من تحت. وادي شكل الريحانة اللي احنا هننقلها. علشان تنقلها هنا وتبقى معاك مضمونة لازم تحط لها تربة طينية زي اللي هي فيها. ادي شكل التربة اللي هي فيها. بعد كده بنبدأ نعبي القصيص بتاعنا تربة. طبعا التربة زي اللي قلت لكم عليها، اللي هي التربة اللي تبقى صالحة. طبعا بدأت تخر من تحت، انا عامل كده بالعاني، فانت لازما تجيب تربة طينية تكون مبلولة. فاحنا هنحط التربة دي الاول بتاعتها اللي هي كانت فيها عشان ما تخرش معانا، فانت لازم تبل التربة بتاعتك. هنحط التربة بتاعتها وهنبدأ نظبطها دلوقتي مع بعضين. وهنا كده ببدأ اني اعدل النباتة بتاعتنا. طبعا ده ريحان يا جماعة، من احسن النباتات اللي انت ممكن تزرعها فوق سطح بيتك في الشبابيك. طبعا بتديك من بنة رهيبة، صلى على النبي. بتديك بنة رهيبة يا جماعة، وبنة حلوة تقدر تحطها في البلكونة، مش محتاجة الى شمس اضاءة يعني. عادي لو ضلة يعني، بس حوالي ساعتين لازم في اليوم تعرضها الى الشمس حوالي ساعتين. زي ما قلنا طبعا ان احنا هنعبي، صلى على النبي، هنعبي الجيركن القصيص بتاعنا تربة. صلى على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. ما يحلى الكلام الا بالذكر على المصطفى صلى الله عليه وسلم. طبعا انا دلوقتي ببدأ اني اعبي التربة بتاعتنا القصيص بتاعنا. وكده هبدأ اني اعدل التربة بتاعتنا عشان الجذور تكفل. طبعا التربة يا جماعة نفس التربة اللي هي كانت فيها، يعني هتطرح معانا على طول. لما لو غيرت لها التربة غير اللي هي فيها فهتتعب شوية وممكن تموت، فانت حط لها نفس التربة اللي هي هتبقى فيها. وبعد كده بنبدأ نروي النباتة بتاعتنا. طبعا روية حلوة. طبعا الطينة دي يا جماعة، التربة اللي انا حطيتها دي مش محتاجة الى كل شوية مياه، يعني هي مرة ممكن في الاسبوع. وطبعا بس كده، وما تنساش تصلي على النبي.